ولد في زرهون بين الجبال والضباب. كان طفلا لم يعرف والده، لكنه ولد ليكمل ما بدأه أبوه. تربى بين القبائل الأمازيغية، وتعلم كيف يصنع مجده بيديه لا باسم ورثه. سيصبح لاحقا باني مدينة فاس، وقلب الدولة الإدريسية النابض بالحياة. قصة المولى إدريس الثاني ليست مجرد استمرار لحكم أبيه، بل هي ولادة أمة جديدة من رحم الخوف والطموح. وإذا لم تكن قد شاهدت قصة والده إدريس الأول، فأنصحك بمشاهدتها أولا لتفهم كيف بدأت السلالة التي غيرت وجه المغرب إلى الأبد. ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لتكونوا دائما أول من يكتشف الأسرار والقصص التاريخية المذهلة التي ننزلها في قناتنا. ولد المولى إدريس الثاني في وليلي فوليبلس سنة 791 ميلادية، بعد شهرين فقط من اغتيال والده إدريس الأول مؤسس الدولة الإدريسية وأول حاكم علوي في المغرب. كانت ولادته حدثا غير عادي، إذ بايعه أتباع والده وهو لا يزال في رحم أمه في واحدة من أغرب الممارسات التاريخية للبيعة في العالم الإسلامي. أمه كنزة الأوروبية، أميرة من قبيلة أوربة، كانت رمزا للتحالف بين العرب والأمازيغ. هذا التحالف لم يكن مجرد تحالف سياسي، بل كان أساس شرعية الدولة الإدريسية، حيث جمع بين دم الشريف العربي ووفاء القبائل المحلية. ولد إدريس الثاني وسط أجواء حساسة، حيث كانت الدولة الوليدة تواجه تهديدات داخلية من تمرد بعض القبائل، وخارجية من قوى آنذاك لم تقبل بظهور سلطة علوية مستقلة في المغرب. الأبعاد السياسية للولادة: البيعة المزدوجة، أولاً في رحم أمه، وثانياً بعد الولادة لتأكيد شرعية الحكم. وهذا يظهر إدراك القبائل لقوة البيت الإدريسي وأهمية الحفاظ على وحدة المغرب الجديد. شرعية دينية وسياسية: كون المولى إدريس الثاني من سلالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أعطاه موقعا مميزا بين القبائل العربية والأمازيغية، مما ساعد على توطيد الاستقرار. الوضع الاجتماعي والسياسي بعد وفاة إدريس الأول: بعد اغتيال إدريس الأول كان المشهد مضطربا، القبائل تتنافس على النفوذ، وبعض الموالين لأسرة الأمويين في الأندلس يسعون لتقويض الدولة الناشئة. المدينة القديمة وليلة، معاهد الإدريسيين، كانت بحاجة إلى قيادة قوية تحافظ على وحدة الدولة. تم تعيين رشيد، أحد خدام إدريس الأول الموثوق بهم، وصيا على الطفل. خلال 13 سنة من الوصاية حافظ رشيد على التوازن بين القبائل وضمن استقرار الدولة، مع تدريب المولى إدريس الثاني على المبادئ الإدارية والحكم. بعد وفاة المولى إدريس الأول، تولى رشيد الموالي الموثوق وصاية الدولة والإشراف على المولى إدريس الثاني الطفل. استمرت هذه الفترة 13 سنة، وكانت مرحلة حرجة وحساسة في تاريخ الدولة الإدريسية، إذ كان على رشيد إدارة الدولة الوليدة التي كانت عرضة للانقسامات والتمردات القبلية. كان رشيد رجلا حكيما ذا تجربة عسكرية وإدارية، واعتمد على مزيج من الحنكة السياسية والتحالفات القبلية لضمان استقرار الدولة. وقد نجح في منع أي تمرد قبلي خطير، مع الحفاظ على الولاء للبيت الإدريسي وبناء أساس صلب لمستقبل إدريس الثاني. الدروس السياسية والإدارية: التحالف مع القبائل: قام رشيد بتعزيز التحالف مع قبيلة أوروبا، بالإضافة إلى القبائل الأمازيغية الأخرى، مع مراقبة أي تحركات قد تهدد الوحدة. تعليم المولى إدريس الثاني: رغم صغر سنه، حرص رشيد على تعليم الطفل مبادئ الحكم، إدارة الموارد، حل النزاعات، والعدل، ليصبح جاهزا لتولي الحكم عند بلوغه سن الرشد. الحفاظ على الاستقرار: ركز الوصي على تعزيز دور العلماء والدعاة، مما أكسب الدولة شرعية دينية، وحافظ على احترام القوانين الإسلامية، وهذا ساهم في استقرار فاس وليلة. الأبعاد الاجتماعية والدينية: خلال فترة الوصاية حافظ رشيد على توازن دقيق بين المكونين العربي والأمازيغي. لم يكن الأمر مجرد إدارة سياسية، بل كان مشهدا حضاريا يظهر قدرة الدولة على جمع مختلف الثقافات تحت سلطة واحدة. في سنة 804 ميلادية بلغ المولى إدريس الثاني 13 من عمره،
وهو السن الذي أزالت فيه الدولة وصاية رشيدا عنه ليبدأ حكمه الفعلي. على الرغم من صغر سنه، تشير المصادر التاريخية إلى أنه كان ناضجا قبل أوانه، حازم الرأي، وواعا لأهمية دوره السياسي والاجتماعي. مع توليه الحكم، واجه إدريس الثاني تحديات معقدة: المحافظة على التحالفات القبلية، تعزيز شرعية الحكم، وتوسيع نفوذ الدولة في مواجهة القوى الإقليمية التي لم تعترف بعد بالدولة الإدريسية. الإجراءات السياسية المبكرة: توطيد السلطة. بدأ إدريس الثاني بإعادة تنظيم الإدارة وتعيين ولاة موثوقين على المدن الرئيسية لضمان السيطرة المباشرة. تعزيز التحالفات: حرص على الحفاظ على تحالفاته مع القبائل الأمازيغية والعرب الوافدين من الأندلس وإفريقيا لتحقيق توازن سياسي واجتماعي دقيق. إرساء شرعية دينية: استمر في دعم العلماء والدعاة لضمان التقدير الديني للحكم، وهو أمر أساسي في بناء دولة مستقرة. الجانب الشخصي والقيادي: كانت شخصيته متميزة بالنضج والورع، فقد تعلم من سنوات الوصاية أهمية العدل، الحنكة والمرونة في التعامل مع مختلف المكونات الاجتماعية. كما بدأ إدريس الثاني في تكوين فريق إداري ومجلس استشاري يعتمد عليه في اتخاذ القرارات الصعبة. الأبعاد الحضارية: إدريس الثاني لم يكتفي بالحفاظ على الدولة، بل وضع أسس رؤية حضارية: تطوير المدن، تشجيع الهجرة العربية، والتخطيط لإنشاء مدينة جديدة تكون مركز إشعاع علمي وتجاري، مما سيقوده لاحقاً لتأسيس فاس. في 808 ميلادية اتخذ المولى إدريس الثاني قراراً حاسماً سيغير تاريخ المغرب إلى الأبد: تأسيس مدينة فاس. جاء هذا القرار نتيجة تراكم عدة عوامل: الرغبة في عاصمة مستقلة. بعد أن لاحظ ازدياد نفوذ قبيلة أوربا في وليلة، أراد إدريس الثاني عاصمة جديدة بعيداً عن تأثير القبائل الكبرى، تكون تحت سيطرة مركزية مباشرة. الموقع الاستراتيجي: اختار وادي الجواهر على ضفاف نهر فاس، منطقة خصبة توفر الماء، الزراعة والحماية الطبيعية. الرؤية الحضارية: أراد مدينة تجمع بين العرب والأمازيغ وتصبح مركزاً حضارياً وعلمياً وتجارياً مفتوحاً أمام المهاجرين القادمين من الأندلس وأفريقيا بعد سقوط الأمويين. بدأ البناء على الضفة اليمنى للنهر فيما أصبح لاحقاً بعدوة القرويين سنة 808 ميلادية، ثم توسع إدريس الثاني المدينة لتستقبل المهاجرين العرب، فأنشأ عدوة الأندلس على الضفة اليسرى سنة 809 ميلادية، ليصبح النهر شرياناً يربط بين المكونين الاجتماعيين والثقافيين للمدينة. الأبعاد الحضارية والاجتماعية: الوحدة بين العرب والأمازيغ. أسس إدريس الثاني المدينة بحيث تكون مثالاً للتعايش بين المكونين مع احترام العادات والتقاليد المحلية. مركز إشعاع علمي وديني: بدأ العلماء والدعاة في الاستقرار في فاس، مؤسسين أول مدارس ومساجد، ما جعل المدينة مركزاً للعلوم الشرعية والفكرية. مركز تجاري: الموقع على مسارات القوافل أتاح لفاس أن تصبح ملتقى التجارة بين المغرب، الأندلس وشرق إفريقيا. الأبعاد السياسية: تأسيس فاس لم يكن مجرد عمل حضري، بل كان خطوة استراتيجية لتعزيز السلطة المركزية. السيطرة المباشرة على المدينة من قبل الحاكم، تحجيم نفوذ القبائل الكبرى، جذب المهاجرين العرب لتعزيز الشرعية والنفوذ الثقافي. بعد تأسيس فاس، بدأ المولى إدريس الثاني مرحلة جديدة من حكمه، ركز خلالها على توسيع الدولة الإدريسية وتوحيد الأراضي المغربية تحت سلطته. كانت هذه المرحلة حاسمة لتثبيت الدولة الناشئة كقوة إقليمية مؤثرة في شمال إفريقيا، ولإرساء أسس المغرب الحديث. الفتوحات والجهود السياسية: الجهة الشرقية: توسع إدريس الثاني نحو مدن تازة ووجدة، وامتد نفوذه حتى حدود تلمسان الحالية في الجزائر. هذه التوسعات جعلت الدولة الإدريسية جسراً بين المغرب الأوسط وشرق المغرب العربي، ووفرت حماية ضد أي غزو خارجي من جهة الشرق.
الجنوب وسع نفوذه نحو سهول السيس وتادلا، ووصل إلى منطقة سجل ماسا جنوباً، ضامناً بذلك موارد زراعية وتجارية مهمة، ومؤكداً على قدرة الدولة على إدارة مناطق متنوعة. الشمال بسط سيطرته على قبائل الريف، مما جعل الدولة تمتد من المحيط الأطلسي إلى السهول الشرقية، جامعاً مختلف القبائل تحت حكم مركزي. الإدارة والسيطرة. إدريس الثاني لم يكتف بالفتوحات العسكرية، بل ركز على تثبيت الإدارة المركزية. تعيين ولاة على المدن المهمة لضمان الولاء المباشر، توزيع المسؤوليات على المقربين والمستشارين الموثوق فيهم، استخدام التحالفات القبلية كوسيلة لتحقيق استقرار دائم مع توازن بين القبائل العربية والأمازيغية. الأبعاد الاجتماعية والثقافية. بفضل هذه التوسعات، أصبحت الدولة الإدريسية أول دولة مغربية حقيقية تجمع معظم أراضي المغرب الحالي وأجزاء من الجزائر. إدريس الثاني لم يكن مجرد فاتح، بل كان مؤسس وحدة وطنية مبكرة وراعيا للتنوع الثقافي، حيث حرص على احترام العادات المحلية ودمج المهاجرين العرب في النسيج الاجتماعي. بعد أن وسع الدولة ووحد أراضيها، ركز المولى إدريس الثاني على تطوير أساليب الحكم الداخلية وابتكار سياسات توازن بين القوة والمرونة. كان الهدف واضحاً: استقرار الدولة، عدل اجتماعي، وازدهار حضاري. السياسات الإدارية. التحالف مع القبائل. استمر إدريس الثاني في اتباع سياسة والده في بناء التحالفات مع القبائل الأمازيغية، لكن مع تحقيق توازن دقيق بين المهاجرين العرب والسكان المحليين. هذا التوازن كان مفتاح استقرار الدولة على المدى الطويل. إدارة المدن والولايات. عين ولاة موثوقين على المدن المهمة، وكان له حاجب عمر بن إسحاق الذي أدار ديوان الدولة بكفاءة عالية. الإشراف المباشر. شارك بنفسه في القضايا المهمة، خصوصاً في حل النزاعات بين القبائل، ما عزز صولته كحاكم عادل ورع. الجانب الديني والاجتماعي. العدل والتسامح. عرف المولى إدريس الثاني بعدله وورعه. كان يحكم بنفسه في القضايا الشائكة ويضمن حقوق الجميع، بما في ذلك غير المسلمين مثل اليهود والنصارى الذين عاشوا في أمان تحت حكمه. الاستقرار الاجتماعي. بفضل تسامحه وعدله، تحولت فاس إلى مركز حضاري يجذب العلماء والتجار والمهاجرين، ما ساهم في ازدهار المدينة اقتصادياً وثقافياً. الأبعاد الحضارية والثقافية. شجع إدريس الثاني على إقامة المدارس والمساجد، ودعم العلماء في نشر العلوم الشرعية والفكرية. فاس أصبحت نموذجاً للحضارة الإسلامية في المغرب، حيث التعايش بين الثقافات والحياة العلمية المزدهرة وازدهار التجارة. في 14 جمادى الآخرة سنة 213 هجري 828 ميلادية، توفي المولى إدريس الثاني عن عمر يناهز 36-37 عاماً، مخلفاً وراءه إرثاً حضارياً وسياسياً هائلاً. كانت وفاته نهاية حقبة ذهبية في الدولة الإدريسية، لكنها بداية لفصل جديد من التحديات السياسية والاجتماعية. الوفاء بالإرث. الدفن والمزار. دفن في قبة حي العدول بفاس العتيقة، والتي أصبحت مع مرور الزمن ضريح مولاي إدريس الثاني، أحد أهم المزارات الدينية في المغرب، حيث يقصده آلاف الزوار سنوياً للتبرك والدعاء. استمرار التأثير. ترك المولى إدريس الثاني مدينة فاس كمركز حضاري ديني وتجاري، مستمرة في إشعاعها العلمي والثقافي حتى اليوم. الخلافة وتقسيم الدولة. بعد وفاته قسمت الدولة بين أبنائه الاثني عشر، ما أدى تدريجياً إلى ضعف الدولة الإدريسية وتفككها. هذا التقسيم أظهر أهمية مركزية الحكم التي حرص عليها إدريس الثاني خلال حياته، حيث فقدت الدولة بعده التوازن الذي حافظ عليه شخصياً. بالرغم من ضعف الدولة بعد وفاته، ظل إدريس الثاني رمزاً للوحدة الوطنية والشرعية الدينية، مؤكداً على قيمة الدم الشريف والقيادة الحكيمة. ضريحه وفاس أصبح رمزاً للهوية المغربية الإسلامية، ومرجعاً لكل من يبحث عن تاريخ الحكم العلوي في شمال إفريقيا.